النهارده هنعمل طاجن السعادة، طاجن كفتة اقتصادي جدا، طعمه وريحته هتقلب البيت والشارع كله، وكمان أكلة على قد الإيد وموفرة في الميزانية. انزلوا بقى بنص كيلو لحمة مفرومة وعليها بصلتين كبار مبشورين وهنصفيهم كويس من المية. انزلي بمعلقتين كبار من البقدونس ومعلقتين كبار من الدقيق، وكمان بضاية ورشة ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمان بهارات لحم. مكسي بقى الكلام ده كله مع بعضه او اعجنيه كويس وحطوها بقى في التلاجة ربع ساعة. ادهني بقى ايديك الاتنين زيت وابدأي صبعي الكفتة بتاعتك، او ممكن تعملوها بالشكل اللي انا عملته. انا عايزة اقول لكم ان هي رمت معايا كمية كبيرة، وكمان ممكن تعملوها على سفرة رمضان. انا عايزة اقول لكم ان كلنا عارفين ان الاسعار نار، وكل ست بيت شاطرة بتدور ازاي تعمل اكلة حلوة وفي نفس الوقت تكون الكمية كبيرة. يعني هنحول نص كيلو لحمة لطاجن وليمة يتحط في السفرة تفتخري بيه قدام عيلتك او ضيوف. هاتوا بقى 3 حبات من الفلفل الالوان وقطعوهم شرايح، وهاتي كمان بصلاية متوسطة وانزلي عليهم، وكمان 3 فصوص كبار من الثوم. وهنا احنا هنقطع الثوم شرايح وانزلي عليهم بقى بملح وفلفل اسود وكمان بابريكا، وحوالي كمان 4 معالق من الزيت، وقلبيهم كده بقى مع بعض. وابدأوا بقى رصوا الكفتة على شكل دائري او زي ما انتوا تحبوا في الطاجن بتاعكم، وحطوا عليها بقى قرن فلفل حار، وده اختياري من عندي. انا عايزه اقول لكم ان هو لما بيتشوي بيدي طعم رهيب. هنبدا بقى نحضر الخلطه اللي هنسقيها بيها. في اي بوله عندك بقى هاتي معلقتين من الصلصه كبار وانزلي عليهم بكوبايه من الميه. وهنا انا خلطت الصلصه مع الميه ورجيتهم الاول، وانزلوا عليهم بقى بمعلقه كبيره من الهريسه. ولو حابين انزل لكم طريقه هريسه الشطه اكتبولي في التعليقات. انزلوا بقى بالخلطه دي كلها على الكفته بتاعتنا وتتبيله الفلفل. دخلوها الفرن بقى لغايه اما تستوي معاكي، يعني هتاخد الوقت تلت ساعه بالظبط، وده طبعا على نار عاليه. وادي بقى طاجن الكفته الاقتصادي خرج من الفرن. مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي، لازم تجربوها بنفسكم. الكفتة بجد طرية وجوسي، ولا الخضار شارب من الصوص وطعمه حكاية. قدميها بقى مع رز بشعرية ولا مخلل وادعيلي بقى من قلب. وكالعادة يا سادة ما تنسوش تصلوا على النبي واللايك الجميل.